السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم بقناة شيوات حنان لطفاوي. اليوم بإذن الله حبيت نشارك معكم كاب كيك ديال الحامض وبالكريمة ديال الحامض اللي كيجي خطير خطير بزاف. غير جربوا وغادي ينال الإعجاب ديالكم، وكيف ديما لا عجبكم ما تنسونيش من الاشتراك في القناة ديالي وتفعيل الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. ودابا غندوز باش نعطيكم المكونات والطريقة ديال التحضير. بسم الله على بركة الله. في واحد الإناء عندي حبة واحدة من البيض كيف راكم تشوفوا معايا. غادي ندير معاها واحد الشاصي ديال الفانيلا، وكذلك غادي ندير واحد نصف كاس ديال السكر. بالنسبة للحلاوة اللي كيبغي الحلاوة يمكن لكم ديروا حتى كاس لاروب. هنايا عندي قبيصه ديال الملحه لتصحيح الذوق. صافي هنايا غادي نخلطها هكا البنات باش ما كطرش ليا داك السكر، ومن بعد غادي نخدم الطراب كيف راكم تشوفوا معايا. غادي نطرب داك البيض مزيان حتى كيولي ليا اللون ديالو مغاير، كيولي ابيض كيف راكم تشوفوا. الصوره راه شارحه راسها. من بعد غادي نضيف واحد نصف كاس ديال الزيت نباتيه، وانا كنستعمل البنات نخلط به الطراب الكهربائي. ومن بعد كذلك غادي نزيد البنات الماء عادي. غادي نضيف بارد، غادي نضيف البنات نصف كاس حتى هو كذلك كيف راكم تشوفوا معايا، ونبقى نخلط. ومن بعد غادي نضيف دوك القشور ديال الليمونه اللي حكيتها. نحاولوا ما نحكوش هذيك البابه البيضاء، كنحكو غير ديك القشور البنات اللي كيكونوا الفوق الصفرين. صافي كذلك هنايا غادي نضيف واحد ملعقه كبيره من الخل تا هو البنات كيجينا في كاب كيك ديالنا او المارلين كيجينا خطير. صافي هنا غندير واحد الكاس ديال الدقيق الابيض ضروري ما كنغربلوه، وغندير جوج خمارات من فئه 8 غرام، عندي جوج 16 غرام. صافي من بعد البنات كذلك انا هنا استعملت الطراب الكهربائي، يمكن لكم نتوما تستعملوا الخلاط ولا غا باليد ولا اللي عجبكم البنات. المهم تبعوا غير الطريقه، راه كتجي هاد كاب كيك تجي غزاله البنات وكتجي مفششه ومهويه وغزاله غير بالحبه ديال البيض. انا راه ما عمرني جربت معكم بحبه ديال البيض. اللي عندنا بالبيت ديالنا كيف قلت لكم راه كنقضوا به. صافي هنايا من بعد عفوا البنات ما ضفت داك الكاس الثاني. صافي هنايا غادي نخلط كيف راكم تشوفوا معايا. غايبه لي القوام باقي شويه، لان هاد كاب كيك البنات ماشي بحال الكيكه اللي كنديرو ضروري كيكون القوام ديالها خاص يكون ثقيل. صافي هنايا غنضيف كذلك واحد الملعقه كبيره من الدقيق. صافي غادي نغربلها، ومن بعد غادي نخلط مزيان. هانتوما هذا هو القوام. كنكتبوا البنات اي رقم كتبناه تيبقى لنا الفوق ما كيهبطش لينا، ماشي بحال كيف قلت لكم الكيكه العاديه كتكون مرخوفه شويه. انا جبت هذا البنات هذا المول ديال كاب كيك اللي عندي، وجبت هنا هذا لي كيس او الكويغطات اللي عندكم بالبيت ديالكم، راه كلشي رخيص. هادو كيديروا 5 دراهم. انا خديت واحد جوج ملاعق، تندير ملعقه واحده في كل كيس او كويغطات البنات كيف راكم تشوفوا معايا. صافي كنستمر هكا حتى كنكمل ديك الكميه كامله اللي عندي. راه زوينين هاد كاب كيك ديال الحامض، راه كيجيو خطيرين بزاف. بالنسبه للكريمه البنات غادي نوريها لكم. انا هذه راه خديتها ب5 دراهم من عند كيبيعوا الحلويات. هذه راه الكريمه ديال السيترون او ديال الحامض، راه غزاله ما نقولش لكم البنات، راه كيعطوها لكم تما كتذوقوها، لا عجبتكم راه كتاخذوها. صافي هنا كندير واحد الربع ديال الملعقه هاكا البنات كيف راكم تشوفوا معايا. انا كتبت ندير البنات المربى ديال الحامض، ما لقيتوش حدايا هنا. ما طلعش البنات ما طلعش البيم ولا ما طلعش مارجا ماركت، مشيت غير حتى الدار هنايا. صافي ما لقيتوش، تقديت من عند السيده هاد الكريمه ديال الحامض حتى هي راه كتجي غزاله ورائعه. خديت من عندها كذلك البيب شوكولاته هو راه زوين عندها. صافي هنايا من بعد كنضيف واحد شويه نصف ملعقه ديال من ديك الخليط ديالنا ديال كاب كيك. صافي كنضربهم مع سطح العمل. ومن بعد غادي ندير داك لي بيب شوكولا البنات راه كاينين الزوينين وكاينين الخايبين اللي ما كيذوبوش. بالنسبه لهادو البنات راه غزالين، الا بغيتو تقداو عودوا ديما تقداو من عند الناس اللي كيبيعوا هادشي ديال الحلويات، راه عندهم هادشي زوين تبارك الله ما شاء الله. وكتمشي على حساب فلوسك، يعني بغيتي 5 دراهم بغيتي 10 دراهم راه على حساب فلوسك نتيا اللي بغيتيها، راه كتعبرها لك في اي حاجه البنات راه كتعبرها لك. صافي هنا درتهم هكا مع شويه مع سطح العمل. ومن بعد هنا الفران راه خليته سخون من قبل، خليته حتى سخن ليا مزيان البنات، ودخلتهم على 13 دقيقه. من بعد هبطتهم شويه تحمروا ليا. انا كنهضر لكم على فران ديال الغاز. وشوفوا معايا كي كيجيو هنا البنات والله العظيم راه باقي سخان، يلا خرجتهم راه كيجيو غزال. الاناني انا بغيت نصور معكم، راه غادي نفتحها معكم وهي باقا سخونه.
غير جربوا هاد الطريقه ديال الكاب كيك ديال الحامض. انا ديجا جربتهم معكم ديال الكاكاو شحال من طريقه، ولكن هادو ديال الحامض البنات والكريمه ديال الحامض راه كيجوا خاطرين خاطرين، ما نقولش لكم كيجوا لذاذ بزاف، وانا من عشاق ديال الحامض. ولو وصلت اختي هنا ما تنسينيش واحد لايك، الله يرحم لكم الوالدين. وشوفوا كي كيجيو هنا راه كيجيو مفشفشين ومقطنين، راه كنوريكم هنا راه باقي سخانه البنات، وشوفوا كي هشاش. وبلا ما نطول عليكم غادي نقول لكم بصحتكم وراحتكم، والى فيديو لاحق ان شاء الله.